ازيك يا ريس؟ عامل ايه الاخبار؟ بص يا ريس، انا اكتشفت حاجه مهمه جدا يا ريس، بس احنا عايزين نتكلم فيها بكل صدق كلنا يعني يا ريس، ومن غير مجاملات ومن غير كسوف. الستات يا ريس نكديه. الستات يا ريس نكديه. ودلوقتي انت لو لاحظت معايا، انا وانت عارفين ان الراجل دلوقتي اما بيتجوز الراجل بقى بيموت قبل الست من كتر النكد ومن كتر شيل الهم. الراجل بقى شايل هم، وشايل هم عياله، وشايل هم المصاريف، وشايل هم مراته، وشايل هم وعمال يهاود في دي ويدادي في هنا ويدادي هنا ويدادي. الراجل تعب يا ريس. انت عندك الاستاذ حسام حسن، كابتن حسام حسن، زي ما انت شايف بتعمل له وهو عمال يهاود فيها خلاص يا ريس، احنا تعبنا يا ريس. انا وانت عارفين يا ريس ان الراجل بقى بيموت قبل الست بسبب النكد والهم اللي هو شايله. والدليل على ده يا ريس، اللي احنا عملنا في الدولة معاش للست اللي جوزها متوفي. ما احنا عرفنا ان هو هيموت قبليها فعملنا لها معاش. ما هو احنا لو مش عارفين ما كناش هنعمل المعاش ده، فاحنا كلنا عارفين. فاحنا يا ريس دلوقتي عايزين نعمل حاجة نلحق بيها الشباب. احنا هنعمل مؤتمر الشباب اللي جاي ده، نعلم البنات ازاي ما تبقاش نكدية، وازاي ما تبقاش عبء. ازاي ما تبقاش عبء. خلاص يا ريس، الشاب من دول دلوقتي بقى بيقول لك ايه؟ اعيش لوحدي بدل ما اعيش مع حد يقصف عمري. واخد بالك؟ بقى في علاقات يا ريس الواحد بيخشها يقول لك يا عم انفد بجلدك. يعني الموضوع ما بقاش ايه، دي ما ينفعش ولا دي هنا انا ما يقول لك. لا، بقى مش بيبص على حاجات فرعيه، ده بقى بيبص على حاجه يقول لك ايه؟ يا عم لا، انا العلاقه دي لو كملت فيها هموت ناقص عمر. يا ريس الراجل مش نكد يا ريس، خلينا معترفين. الرجاله مش نكديه، الستات هي اللي نكديه. يا جماعه يا جماعه، نواجه بعض، نواجه العالم. الستات هي اللي نكديه. لازم نحط ايدينا في ايد بعض كلنا علشان نحل المشكله دي، لان احنا دلوقتي كل واحد مش هينفع. مش هينفع، هموت ناقصين عمر، هموت ناقصين عمر. يا بنات هتعيشوا لوحدكم، يا بنات حلوا معانا المشكله عشان هتعيشوا لوحدكم.